هلا هيك قليت البراق. الجبنة أكلة طيبة وسهلة. عالتحضير يسعد أوقاتكم. اليوم بدي ساوي براق. للبرق بدي 3 كاسات ونص طحين، معلقتين نشا، معلقتين سكر، معلقتين زيت نباتي، معلقتين زبدة، رشة ملح، 1.5 كاسة مي. أنا ححط أول شي كاسة وبعدين شوي شوي بحط مي، بدها تكون مي فاترة. آخر شي بدي أحط معلقة سمنة. عالتحضير هلا أول شي حط النشا، سكر، رشة ملح، الزبدة، الزيت، هاخدهم سوا وشوي شوي هحط كاسة مي. إذا نقصني بزيدها، بس أهم شي تكون المي فاترة. وعجنهم. هلا هيك عجنت العجينة، أخذت معي 1.25 كاسة، زاد من النص الكاسة هي. هلا آخر شي حاط سمنة بإيدي وعجنها بالسمنة، تعطي طعمة طيبة. العجينة طلعت معي شو ظريفة وطرية. هلا هيك عندي عجنتها بالسمنة. آخر شي حريح العجينة حتى لها تشكيلة نظيفة. ساوي حشوة جبنة. بالملاية حطيت زيت نباتي، هحط له طحين، معلقة طحين، بعدين عندي جبنة شلال وجبنة موزاريلا وكاسة حليب. أول شي بحط الشلال. أنا جبنة الشلال غاسلتها. هلا بدي أحط كاسة الحليب معهم، خليها على نار هادية، ضل حركهم ليتماسكوا. هلا هيك تماسكوا معي. حط لهم حبة البركة، وهي اختياري. وانا ما حطيت له ملح لانه انا عندي شوية جبنة مالحة. اذا جبنة مو مالحة بحط له الواحد رشة ملح. هيك ماسكوا منيح معي. هلا بطفي الغاز عليهم، بحط لهم جبنة موزاريلا، هي بتدوب معهم بدون غاز. هلا طاحت العجينة عندي، والجبنة انا حطيتها شوي بالبراد شوي بردت عندي وجمدت. حبلش بنشغل. عجينة كتير عندي طرية شوي.
برقة عفوا. انا هيك رقيتها وحط الجبنة. مي مشان يلزقوا معنا، نحط عليهم. طبقهم هيك على سوا. جيب القطاعة بقطعها. عندي شوكة لهيك، مشان نحط لها حبة البركة. نحط لها شوية طحين مشان تلزق عندي حبة البركة. بتصير معي حكملهم كلهم ونرجع لكم. انا هيك كملتهم كلهم. هحط قسم بالفريزر فرزه وقسم حقلي، بس قبل ما اقليه حخليه شي ساعة بالبراد بعدين اقليه. بتحبوا تساووا بلحمة بدجاج بأي نوع بدكم اياه كمان بتطلع طيبة، بس انا اليوم بدي اساويها بالجبنة. انا حطيت الزيت على الغاز. اول ما يحمى معي الزيت ححط البراك. انا خليته لمدة ساعة بالبراد. هلا انا هيك حمي معي الزيت، حنزل البراك. بسم الله. إذا بتخلوها لتاني يوم بالفريزر كمان بيكونوا أحسن مشان تمسك الجبنة. هلا بلشوا يتحمروا. هلا هيك قليت البراك. الجبنة البراك صارت جاهزة عندي، إن شاء الله تعجبكم. هي أكلة سهلة وبيحبوها الكبار والصغار. وإن عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك واشتركوا بقناتي. أهلا وسهلا.